ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ أول حاجة طبعا نسمي الله ونذكر النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. طبعا اللي عارف إن أنا ببقى الأيام دي تعبانة، وصدري بس تعبان من البرد ودور البرد اللي ماشي. تعالوا بقى النهاردة. أولا عايزة دعواتكم، طبعا عايزة دعواتكم في التعليقات. عايزاكم تحطوا بقى اللايك النهارده على الفيديو دوت يعني مختلف كده. يعني كل فتره بعمل لكم كده فيديو مشتريات حلو، بوريكم اشتريت ايه وبالاسعار كمان، واقول لكم ايه بالظبط. رحت كده السوق كده، جبت شويه خضار، ورحت كده فتح الله كان عامل عروض حلوه، جبت برده شويه حاجات منه حلوه، عامل عروض وتخفيضات على فكره يا حبايبي. فتح الله حلو. انتهزوا فرصه العروض اللي بتبقى موجوده في اي هايبر. يعني انا رحت لقيت هناك الرز عاملينه رخيص، بدل 16 17 ب 14، وكل فرد كيسين. انا هوريكم دلوقتي فيديو مشتريات بقى. حطوا بقى لايك بقى كده، واعملوا لايك، واللي ما شافش القناه لاول مره يشترك في القناه. معاكم قناه منوعات وصفات ام حنين وزياد. عايزاكم لايكات كتير قوي قوي على الفيديو ده، لما اشوف بقى تفاعلكم على فيديو مشتريات ده ايه. وادعوا لي دعوه حلوه كده ان ربنا يشفيني ويعفى عني، ان الكحه ماسكاني فعلا. اللي بيشوفني وبيطلع معايا في البث من حبايبي يعرف انا بقالي كام يوم. انا اوريكم دلوقتي جبان، جبت ورق جوافه. الناس نصحوني يبقى اجيب ورق جوافه، فانا جبت ورق جوافه حلو للكحه. قالوا لي حلو للكحه فانا جبته. عايزه كمان اقول كلمتين ليكوا او عموما يعني في الحياه. ربنا يبعدنا عن الناس المؤذيه، ربنا يبعدكم يا رب يا حبايبي عن الناس المؤذيه، الناس اللي بتحب توقع الناس في بعض. بيستفيدوا ايه؟ الناس الشر اللي عايزه شر، ربنا يا رب يبعدنا يا رب عنهم. ويدينا الطريق الحلو اللي يوقف في طريقنا الناس ولاد الحلال بجد، عشان احنا يعني ضميرنا حلو وصافي. يوقف لينا ولاد الحلال بجد اللي تقف معانا. انا مش عايزه اكتر من كده. وكفايه كلامكم الحلو ليا في البث في اللايف لما بطلع. كفايه كفايه ام حنين، بنحبك، ما بتطلعيش لعبه منك. دي بتسوى عني الدنيا كلها والله العظيم. انا بطلع معاكم كحبا فيكم، وان انا مش منتظره مثلا دعم او منتظره حد، لا 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 خالص. انا مش ببص لكده. انا كنت عايزه القناه تكبر، كنت كبرتها من زمان قوي بالمشاهدات زي بقيه القنوات كلها، وبالخناق والمشاكل واللي لا، انا مش ببص لكده. انا ببص ان كلمه حلوه من فرد او اتنين او 10 بتسوى عندي كتير قوي قوي قوي، ان انا اعمل مشاهدات او ان انا اعمل مشاكل في عندي. لا الحمد لله انا مش ببص لكده. فربنا يبعدنا يا رب عن ولاد الحرام، ويقرب من ولاد الحلال، عشان احنا ضميرنا حلو. دي انا دي الكلمه دي بوجهها رساله لاي حد واقف في الطريق صح. ربنا يا رب يوقف له ولاد الحلال، واللي نيته حلوه واللي نيته من جوه خير. الحمد لله رب العالمين. تعالوا بقى عشان ما اطولش عليكم، نشوف بقى فيديو المشتريات بقى بتاعنا ونرجع مع بعض. تعالوا بقى النهارده اهو زي ما قلت لكم هنا. تعالوا بقى نشوفوا بقى المشتريات اللي انا جبتها ايه. بصوا طبعا هو انا جايبه خضار، وجبت بقى ايه، بصوا، وجبت بقى هو عروض فتح اللي بقول لكم عليها. هوريكم انا جبت ايه بالظبط. بصوا بعد كده دوت ايه، جبت طماطم. بصوا طماطم ديت اهي حلوه قوي. بصوا جبت بطاطس. بصوا نقوا البطاطس اللي هي، بصوا يا حبيبي عارفين ان فيها نقطه حمراء دي احلى بطاطس تعمليها تاخديها محمره على فكره. اللي في السوق في منها بطينه، وفي منها اللي هي بنقطه حمراء. بصوا ازاي اهي، ب 10 جنيه وب 12 جنيه على فكره. جبت كيلو ونص. والطماطم اهي ب 6 جنيه ونص حلوه. جبت برده 2 كيلو ونص. تمام. بصوا بقى جبت بسله حلوه في السوق. انا بصوا بعشق حاجه اسمها بسله، بحبها جدا. ب 14 جنيه البسله ب 14 جنيه. حلو. بصوا ازاي اهي. بصوا جزر حلو اهو. الجزر دوت جبت نص ب 4 جنيه. جزر حلو. بصوا صبح وماسك نفسه حلو، مش دبلان، لا حلو. ماشي. عندي العيال بيحبوا، الولاد بي عندي بيحبوا التفاح. جبت كده تفاح حلو ب 16 جنيه اهو. بصوا التفاح جميل ازاي. جبت رمان، جبت على القد كده نص كيلو رمان علشان بيحبوه كده عصير. يعني لما نزلت جبت الخضار اللي ناقصني، وجبت العروض من فتح الله. العروض بتاعت فتح الله دي انتهزوها يا حبايبي، فرصه. بيعملوا عروض حلوه، بيعملوا تخفيضات على فكره. بصوا زي ما قلت لكم في الفيديو في الاول، انا جبت ايه، جبت ورق جوافه عشان صدري، عشان الكحه تعباني قوي زي ما انتم عارفين. فدي ورق الجوافه دي هيتغلي، جبت دي ب5 جنيه. دول كده اهو، بصوا دول كده ب5 جنيه اهو. بيتغلي زيها زي اليانسون، وتصفيه وتشربيه. هجرب بعد يعني، انا لسه جايه طبعا قلت اجربه.
وهغلي دلوقتي شويه. تمام. بصوا جبت برتقان حلو، برتقان حلو في السوق اهو، برتقان وسفندي. دي سفندي اهو، برتقان وسفندي اهو. جبت كيلو ونص وكيلو سفندي. حلو ازاي اهو. جبت برطمان عسل. العسل يا حبايبي هو ده نص كيلو كده، عشان بنحب ساعات بحط عليه ليمون الصبح كده، بيبقى على الريق، بيبقى حد عنده زور وملتهب او حاجه. على فكره العسل بمعلقه ليمون حلو جدا جدا لاي حد تعبان او عنده برد، على الصبح على الريق. النص دوت ب 12 جنيه، الكيلو ب 24 جنيه. ماشي كده. ده الخضار يا حبايبي اهو، اللي رحت اتسوقت فيه كده في السوق، وجبنا كده الخضار بالاسعار زي ما قلت لكم بالاسعار. تمام. بصوا بقى العروض بتاعت فتح الله اهو. بصوا بقى الفتح الله عامل عروض بقى حلوه على ايه؟ عامل عروض اهي. بصوا الرز ده اهو اسمه زاد الخير. كل فرد عاملينهم في الهايبر ليه كيسين من 17 جنيه او 18 جنيه، عامله ب 14 جنيه. طبعا اي حد فيكم بقى عنده عيال وعنده مش عارف، يعني حد كده منكم فيكم تروحوا كذا نفر وكل فرد ياخد كيسين. ماشي ب 14 جنيه اهو. حلو قوي، والحبايه بتاعته جميله. بصوا هنا بقى، دي علبه سمنه كمان عليها عرض على فكره. سمنه الهانم دي كيلو، دي كيلو حبايبي الصغيره ديت، كانت ب 39، عمل عليها عرض ب 32 ونص. تخيلوا ان الكيلو دي ب 32 ونص اهي. هطلع لكم كده. يعني عاملين عروض حلوه قوي بصراحه. يعني عارفين الناس هناك زحمه جدا، الناس زحمه من كتر ما العروض هناك حلوه. العروض حلوه جدا هناك. ماشي. ادي كده هي علبه السمنه ديت عليها عرض من 39، عاملينها ب 32 ونص. ازازه الزيت دي انا جبت ازازتين زيت اهم. طبعا انا جبت ازازه الزيت دهيت. خدت منها عشان كنت مستعجله، كان زيت كان عايز يقلي بطاطس، عايز بطاطس، فقال خدت منها. والدنيا اهي الواحده. تخيلوا زيت دي بكام الواحده؟ ب 30 و31 جنيه او ب 31، يعني الازازتين 62 جنيه. اسعار غاليه قوي والله. ربنا يعين اي حد فعلا معاه 3 ومعاه 4 ولاد. بصوا جبت تونه حلوه ديت، انا بحبها على فكره. تونه مفتفته كده اهي، ديت ب 16 جنيه. تونه غليت كمان، دي ب 16 جنيه التونه دي اهي. علبه الجبنه دي اهي، جبنه فيدا بيضه كده حلوه من غير اي حاجه ساده، ب 17 جنيه العلب. بصوا يعني الجبنه دي كل حاجه غليت والله العظيم، كل حاجه غليت. بصوا دي بقى، دي فانيليا سايله، تحطيها بقى على الحلويات بتاعتك، على الكيك، على اي حاجه، بتبقى احسن من البودر. نصيحه من حبايبي ليكم، هاتوا الفانيليا اللي هي السايله دي، السايله اهي. بس تحط نقطه صغيره بس، بصوا تاخدوا منها ريحه قويه جدا. كانت ب 9 جنيه، جايبها ب 9 جنيه. بصوا الدقيق اهو، جبت دقيق. الدقيق دوت عامل 17 جنيه على فكره. كنت بجيبه والله ب 10 ونص وب 11، يعني اتفاجئت ان هو ب 18 جنيه. تخيلوا الدقيق ب 18 جنيه الكيس اهو، ب 18 جنيه. لقيت بقى سحلب كمان، سحلب حلو. بصوا بقى السحلب ده عشان بقى الشتاء، واللي عايز يدفى في الشتاء، واللي يقعد بقى مع عياله بقى كده في تحت البطانيه، يعملوا كام كوبايه سحلب كده حلوين ويشربوهم. كيس السحلب دوت ب 13 جنيه. بصوا معاه كيس المكسرات اهو، اسمه فود مينتس، حلو قوي. ماشي اهو كده اهوت اهي. تمام. جبت كمان، بصوا انا وحنين بنحب اللي هو التيمبو دوت. عارفين التيمبو اللي هو، بصوا اهي، دي بصورها لكم يا حبايبي اهي. اهي ديت اهي، دي تيمبو اهو، بتاع زمان، انتوا عارفين بتاع زمان، بس منزلينه حديث كده عاملينه في اكياس. الكيس دوت ب 16 جنيه. انا بجيب الباكو فيه اتنين ب 6 جنيه. ده طبعا اوفر. ده تقريبا فيه كام؟ فيه 10 او 9 حاجه زي كده، ميني كده صغير. تمام. حلو قوي، جبته كده حلو برده جميل. بصوا جبت علبه اللبن اهي كمان، لبن جهينه حلو قوي، لبن جهينه اهي ب 17 جنيه، كامل الدسم حلو. ماشي. جبت عدس بجبه اهي. بصوا انا بعشق تملي في الشتاء اعمل العدس بجبه بالدمعه بالتسبيكه، بيبقى حلو جدا جدا. مش عايزه اقول لكم بيبقى حلو ازاي. تعمليه مثلا بالتسبيكه بالدمعه، تعمليه في كشري، تحط. انا بخليه برده عندي، بحبه موجود عندي، بعمل عليه الكشري المصري انتوا عارفينه بقى، الايه الحلو الاسكندراني.
بصوا بقى، شفتوا بقى النهارده بقى الجمال بقى، وشفتوا بقى النهارده مشترياتنا حلوه ازاي يا حبايبي. بصوا كده كمان جبت، بصوا جبت جبنه تركي رومي قديمه. بصوا انا طبعا انا بطلع في الفيديوهات بقول لكم ايه، انا عشقي الاول والاخير الجبنه الرومي، بعشق حاجه اسمها جبنه رومي. ده جبتها اهي، بصوا بكام؟ ب 35 جنيه. يعني دي تعتبر تقريبا نص الا، يعني نص كيلو الا، نص كيلو الا حاجه بسيطه. ماشي اهو. جبت بيفي. بصوا البيفي طبعا انا طبعا جيت اول ما جيت طبعا قبل ما اعمل لكم الفيديو واوريكم الاسعار والمشتريات، طبعا فطرنا فاخدت منه طبعا. بصوا اهو ب 16 جنيه ونص. ده ربع ب 16 ونص. بيفي حلو. دي بقى مشتريات فتح الله اللي انا جبتها اهي، وريتها لكم بصوا بالاسعار، عشان اللي يحب يشتري او تروحوا الهايبر تبقوا عارفين اسعار فتح الله ايه. طبعا انا عايزه اللايكات بقى على الفيديو بتاع المشتريات دوت كتير كتير، عايزه تفاعل يا جماعه، عايزه بقى مشاهده حلوه. انا بعمل فيديو مشتريات ده يعني كل فين وفين. طبعا انا القناه طبعا تحديات ووصفات اكلات مشتريات، يعني فيها كل حاجه، بس يعني قليل قوي لما بعمل لكم فيديو مشتريات. قلت لا لازم اطلع مع حبايبي اوريكم العروض اللي في فتح الله، يعني انا قلت لازم اوريكم العروض عشان تستفيدوا، عشان تدوا لي دعوه حلوه كده في الفيديو الجميل ده. ماشي، اديني وريتكم كل حاجه اهي وبالاسعار يا حبايبي. ماشي بقى، وشويه الخضار ده اعملي بقى، جيبي كده الخضار، وجيبي البسله كده اعمليها. انا بص انا بعشق البسله جدا. هاتي البسله مع الجزر، مع بقى كام حته لحمه كده او فرخايه، بقيتي بتدفي في الشتاء تبقى جميله جدا. ماشي يا حبايبي، ده كان فيديو المشتريات اهو بتاعنا النهارده. قبل ما انهي الفيديو معاكم، زي ما قلت لكم في اول الفيديو وبتكلم تاني وبقول تاني، اللهم يا رب ابعد عننا شر الفتن، واللهم يا رب ابعد عننا شر الناس المؤذيه اللي بتحب توقع او حد غالي تخسريه. لا ربنا يا رب كده يبعد عننا اي حد مؤذي. وزي ما انتم عارفين انا بطلع الحمد لله، يعني مش يعني ما فيش مثلا بروح مثلا عند حد او حد لا الحمد لله. انا خليت مع حالي، خليت نفسي مع نفسي، بقدم الشغل بتاعي، بنزل الفيديو بتاعي، بطلع البث بتاعي بس خلاص. فالحمد لله ربنا يا رب يوقف لي ولاد الحلال. عايزه دعواتكم بالله عليكم، تدعوا لي تدعوا لي تدعوا لي، وادعوا لي كمان الكحه اللي الكحه جديده قوي. انا اول ما اخلص معاكم اهو هعمل ورق جوافه دوت وهغليه وهاخد منه ان شاء الله. ماشي، يا رب بس يكون بالشفاء، عشان قالوا لي هو بيروق الصدر فعلا. تمام. انا ليا ميعاد عند الدكتور بس بالليل ان شاء الله. ادعوا لي دعوه حلوه، اوعوا تنسوا تدعوا لي دعوه حلوه حبايبي، هستناكم بتعليقاتكم الحلوه. اللي ما شافش قناتي، قناه من عواد وصفات ام حنين وزياد، يعمل اشتراك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل حاجه جديده بنقدمها وتستفيد منها. وصفه، خروجه، تحدي، مشتريات، اي حاجه تستفيدوا منها. واعمل شير واللايك على الفيديو، اوعوا تنسوا اللايك على الفيديو الجميل ده بتاع النهارده. عايزه رايكم في التعليقات ايه يا حبايبي. اشوفكم في خير، بخير ان شاء الله في فيديو جديد. ليكم مني كل الحب والتقدير والاحترام، بحبكم كلكم، اللي من مصر واللي من بره مصر، بحبكم كلكم بامانه. يعني كفايه حبكم ليا، هو ده اللي مصبرني في القناه. على فكره الواحد مش بيطلع الا عشان حب الناس، مش منتظر دعم او مش منتظر مثلا، لا 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 خالص. انا لو انا قاعده في القناه داخله في سنه ونص، حتى لو ما جاتليش منها حاجه، بس كفايه محبه الناس ليا، ان انا بقعد مع الناس، يعني دي كفايه عندي بالدنيا. فالحمد لله. الواحد اللي بيبص انه يطلع مستني حاجه او منتظر حاجه، لا، انا عندي مبدأ هفضل زي ما انا عليه، مش هتغير. بالاحترام، والاحترام ده اهم حاجه، ان انت تخلي في نظر متابعينك محترم، دي اهم حاجه في الدنيا يا حبايبي. دعواتكم ليا واشكركم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم بخير. السلام عليكم يا حبيبي.